أهلا بيكم في أول حلقة من سلسلة Q&A أو أسئلة وإجابة. دي سلسلة إن شاء الله هتبقى موجودة معانا على طول. هلم شوية أسئلة من الكومنتات بتاعتكم وهجاوب عليها في حلقة كل أسبوع، بحيث إن أنا ما أغيبش عليكم كتير في الأسئلة، وأي حد عنده سؤال نجاوب عليه إن شاء الله. الفقرة دي هيبقى فيها أسئلة من كل الأنواع، سواء عن الحياة في إيطاليا أو عن الدراسة أو المنح أو أي حاجة أنتوا عايزين تسألوني عليها. فكل اللي مطلوب منكم إن أنتوا تكتبوا كل الأسئلة بتاعتكم، وأنا بلم كل الكومنتات وبشوف الأسئلة اللي ممكن أجاوب عليها، وهعمل لكم فيديو كل أسبوع إن شاء الله يبقى ثابت نجاوب على كل الأسئلة الجديدة. لو سؤالك ما جاوبتش عليه يبقى اكيد هو متكرر، وانا قلته قبل كده في الحلقات اللي فاتت او في الفيديوهات اللي فاتت. اول سؤال من عبد الرحمن بيقول: انا لسه مخلص ثالثه ثانوي في مصر وهبدا كورس ايطالي قريب، جاي لي كليه علوم في مصر، بس انا كنت ناوي وانا في ثالثه ثانوي اني اخلص واكمل دراسه بره. حبيت ايطاليا وخصوصا ان اخواتي هناك، فهمشي في الورق واقدم ان شاء الله اجي في وقت قريب. انا عايز ادخل طب اسنان هناك، هدرس بفلوس. سالت لقيت طب الاسنان ب 4000 يورو في السنه، عادي ممكن ادفعهم، ولو في طريقه اني اجي منحه قول لي، بس انا مجموعي 80. طيب بص يا عبد الرحمن، انت علشان تيجي هنا تدرس طب اسنان محتاج انك تدخل حاجه اسمها اي مات. اي مات ده زي امتحان قدرات، بس لو انت بتدرس بالايطالي يبقى مش هتحتاج الاي مات. هم لغوا موضوع الامتحان للي بيدرسوا بالايطالي السنه اللي فاتت، فدي حاجه حلوه جدا لاي حد بيتكلم ايطالي. فانت لو هتبدا في الايطالي الموضوع بيبقى عايز وقت شويه، بس لو هتدرس بالايطالي مش هتحتاج امتحان القدرات ده. لو هتدرس بالانجليزي انت محتاجه، فانت محتاج ان انت تدرس ان شاء الله. وايوه في منح ممكن تقدم على منحه عادي، والمنح بيبقى نظامها زي نظام البكالوريوس والماجستير، كلهم زي بعض، مفيش اختلاف بينهم وبين بعض في الورق بتاع المنحه. كل اللي عليك انك تعمل حاجه اسمها بحث اجتماعي وتقدم وتعمل حاجه اسمها ايزي. اهم حاجه لما تيجي تقدم في السفاره ما تقولش ان اخواتك هناك، علشان انت لو قلت ان اخواتك هناك ممكن ما يقبلوش ان انت تعمل الفيزا، عشان هيقولوا ان انت هتسافر هناك ومش هترجع تاني. دي حاجه مش كويسه. بس في منح، وبالنسبه لمجموعك عادي ممكن تدخل. اهم حاجه انك تعدي من امتحان القدرات. عمار اسامه بيقول: الشهور اللي المنح بتبقى موجوده فيها للتقديم. طيب بص يا عمار، كل مقاطعه بيبقى لها نظام معين في المنح وشروط معين ومواعيد كمان بتفتح فيها. انت بتشوف الجامعه اللي انت هتتقبل فيها تبع انهي مقاطعه، وبتتابع بعد كده. هما بيكتبوا ان المنح مثلا هتفتح من الفتره الفلانيه للفتره الفلانيه، وبينزلوا حاجه اسمها باندو. الباندو ده هو فيه تعليمات وكل حاجه وكل المعلومات اللي انت عايزها عن المنحه، مكتوب فيها هتبدا امتى التقديم ومكتوب هينتهي امتى وكل التفاصيل. بس هي الموضوع بيختلف، فاكيد بيبقى بعد مثلا التقديم، فانت تعمل حسابك الاول تشوف هتقدم على انهي جامعه، وبعد كده تشوف هتقدم على المنحه انهي. وفي منح كتير جدا في ايطاليا، يعني انا مثلا جامعتي بتقدم المنحه من داخل الجامعه مش من المقاطعه، فهي بتختلف حسب كل جامعه. مينا عماد: ايه اكتر شغل مطلوب في روما؟ بص يا مينا، ايطاليا مختلفه شويه في المناطق بتاعتها، كل منطقه بيبقى ليها نظام معين وخصائص معينه. زي ميلانو بيبقى فيها شركات اكتر وتصدير واستيراد وشغل بيزنس اكتر، لكن روما بيبقى شغلها اكتر كله سياحه ومطاعم وفنادق وحاجات من دي. طبعا في حاجات ثابته زي الدكاتره وطب الاسنان، روما العاصمه ففيها كل حاجه طبعا. بس لو انت عايز تشتغل شغل مثلا تاني، فاكتر شغل موجود هنا بيبقى المطاعم والسياحه والفنادق والكلام ده كله، بما انها بلد سياحيه. طبعا روما من اكبر العواصم السياحيه في العالم وبيجي لها سياح كتير جدا، فبيبقى اكبر بنسبه كبيره شغل السياحه هو المتوفر هنا بشكل كبير. عبدو اسلام بيقول: يا ريت تكمل في فيديوهات السفاره يا دكتور، لان المكاتب بتاخد فلوس كتير جدا. بصوا يا جماعه، انا مش عايزكم تقدموا عن طريق مكاتب، ومش عايز حد يضحك عليكم ويقول لكم انا هاخد فلوس منكم علشان اقدم لكم. انتوا تقدروا تقدموا بنفسكم، الموضوع مش صعب. ما تخلوش حد يدفعكم فلوس زياده انتوا مش محتاجينها، وفلوس ملهاش لازمه انها تدفع، وبياخدوا منكم كتير جدا فعلا وانا عارف، وده حرام. فانت ممكن تقدم بنفسك. تابع الخطوات، الخطوات مش صعبه، هي شويه خطوات هتعملها وشويه ورق هتحضره. الموضوع بيبقى طويل شويه، بس انت لما تعمله هتوفر على نفسك فلوس كتير جدا. انت اولى بيها لما تيجي هنا ان انت تستفيد بيها. وان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه هحاول ان انا اشرح لكم كل حاجه بالتفصيل، كل الخطوات بالظبط، وكل حاجه انتوا عايزينها عشان تعتمدوا على نفسكم وتقدموا بنفسكم. اسامه بيقول: طيب كيف نقدم؟ بص يا اسامه، انا قلت كتير قوي في الفيديوهات اللي فاتت ازاي تقدم، وهتلاقي على القناه عندي فيديوهات كتير عن التقديم، ادخل اتفرج عليها. ولو انت لسه مش عارف، ان شاء الله انا بخطط ان انا انزل لكم فيديو كامل في الخلاصه، في الزتونه زي ما بيقولوا، في كل الخطوات بالتفصيل بالترتيب، واعمل لكم هديه ان شاء الله في الاخر تبقى كويسه بالنسبه لكم باذن الله. استنوا الفيديو الجاي او الفيديو اللي بعده، لسه هشوف هعمله امتى لان الموضوع عايز تحضير كتير. فان شاء الله اول ما يبقى جاهز هنزله على القناه في كل الخطوات وكل اللي انتم محتاجينه عشان تعرفوا تقدموا ازاي وكل حاجه. طيب سمايل فور دينتال سبلايز ده طبعا خريج اسنان زميلنا، بيقول: لو سمحت ممكن اعرف ليه اخترت الهيلث كير مانجمنت، وهل في فرق بينه وبين البابليك هيلث، وهل في احصاء كتير ولا لا؟ بالنسبه للفرق بين الهيلث
الهيلث كير مانجمنت والبابليك هيلث. الهيلث كير مانجمنت بيهتم اكتر باداره المستشفيات او المؤسسات الخاصه بتقديم الرعايه الصحيه. البابليك هيلث بيهتم اكتر بصحه الشعوب، وهم قريبين من بعض، لكن ده بيدرس حاجات وده بيدرس حاجات تانية. هما الاثنين فيهم احصاء، هما الاثنين بيعتمدوا على الاحصاء، في جزء منهم احصاء فعلا، وفي مواد احصاء موجوده في المواد اللي انت بتدرسها. بالنسبه لي انا كنت بعاني مع الاحصاء للاسف، لان احنا ما درسناش قبل كده بشكل كويس، بس الدنيا بتعدي، وطالما انت عندك هدف ان انت تشتغل كدكتور اسنان فانت هتعدي ان شاء الله، ومش هتهتم قوي بالماجستير ده، فبالنسبه لك الموضوع مش هيفرق يعني. عمر بيقول ممكن تتكلم عن العمل في ايطاليا للطلبه. بص يا عمر، العمل للطلبة في إيطاليا قانونا المفروض إن أنت تشتغل 20 ساعة في الأسبوع، يعني نص شيفت تقريبا في اليوم. يعني لو اليوم بتشتغل 8 ساعات انت تشتغل 4. عندنا السبت والحد دول بيبقوا اجازة، مش في كل الاوقات، حسب الشغلانة بتاعتك والشغل بتاعك نظامه ايه وكده، بس عموما انت قانونا بتشتغل 20 ساعة في الاسبوع. مش كل الناس في ايطاليا بتمشي بالقانون، والدنيا بتمشي بالحب، وممكن تشتغل اكتر من كده عادي، ممكن تشتغل شيفت كامل مفيش مشكلة من غير ورق يعني او كده. بس المشكلة كلها ان هم محتاجين ايطالي في اغلب الشغلانات. يعني انت لو ما تكلمش ايطالي هتعاني جدا ان انت تلاقي شغل. اغلب الشغل اللي بيشتغلوا الطلبة بيبقى جلوفو او جاست ايت او الحاجات بتاعة التوصيل عموما بتاعة الاكل، ده بيبقى شغل متاح للطلبة، مش بيحتاج لغة كويسة قوي. وفي شغلانات تانية حسب مستواك في الايطالي، وبالنسبة للدخل والكلام ده هو حسب كل شركة بتحاسبك ازاي، فالموضوع مش ثابت. لكن انت لازم المنحة عشان تعرف تعيش، لان الشغل اللي بتاخده من شغل الطلبة عموما او شغل التوصيل او الكلام ده مع الدراسة مش هيبقى كفاية بالنسبة لك، فالمنحة مهمة جدا والشغل برضو كويس، فهم الاتنين بيكملوا بعض. وبرضو غير موضوع التوصيل ممكن تشتغل في مطاعم، تشتغل في سوبر ماركت، في حاجات كتير قوي ممكن تشتغل فيها. انا بقول يعني اسهل حاجة هي التوصيل. صلاح محمد بيقول كنت محتاج اعرف ازاي مواعيد التقديم. بص يا صلاح، انت بتدخل على موقع يونيفرسيتالي انا كتبته قبل كده، واتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي اللي انا نزلتها على القناة، هتلاقوا التفاصيل والشرح وكل حاجة انتوا محتاجينها ازاي تقدموا. ان شاء الله زي ما قلنا هنزل لكم فيديو في كل الخطوات. بس عموما مبدئيا موقع يونيفرسيتالي هتدخل عليه، هتدخل على كل الجامعات اللي فاتحة، بيجيب لك كل الجامعات اللي فاتحة للتقديم، فانت بتتابع عليه، بتشوف الحاجات اللي انت عايز تدرسها، وبتشوف الجامعات اللي متاحة، وبتدخل على الجامعة اول ما تفتح هتلاقيها ظهرت، تدخل عليها وان شاء الله تقدم ومفيش مشكلة. كيلو سامح بيقول لو سمحت ابني معاه مشكلة مع القمح واللبن، ممكن الاقي حاجه جلوتين فري او نباتي عموما من غير منتجات البان؟ انت ابنك ده لازم يجي ايطاليا. ايطاليا هي اكتر بلد فيها موضوع التشيلياك ديزيز او الناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين ومنتجات الالبان والكلام ده كله. هنا هتلاقي في السوبر ماركت منتجات كتير جدا للناس اللي عندهم مشكله مع الجلوتين. كمان في مطاعم كتير قوي خصوصا في روما وفي ميلانو في ايطاليا كلها، هتلاقي مطاعم كتير قوي للناس اللي عندهم مشكله مع الجلوتين، لان المرض منتشر هنا فعلا. وكمان منتجات الالبان هتلاقي حاجات كتير لاكتوز فري، وهتلاقي حاجات كتير تنفع كل المنتجات بقى، لبن وزبادي وجبنه وكل اللي انتوا عايزينه، كل الانواع اللي انتوا عايزينها تبقى موجوده في السوبر ماركت، وبتبقى موجوده كمان في المطاعم، في مطاعم مخصوصه جلوتين فري، فما تقلقش خالص من الموضوع ده. ايطاليا هي اكتر بلد هتساعد ابنك ان هو يعيش هنا. بيسال برضو بيقول ممكن اعرف ايجار الاستوديو كام؟ احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن موضوع الايجارات، ممكن تتفرج عليه. بالنسبه للايجارات الموضوع مختلف بين كل مدينه والتانيه، يعني مثلا ميلانو تختلف تماما عن روما، ميلانو اغلى بكتير قوي عن روما. انا مثلا لو هتكلم على روما، الاوضه الواحده ممكن تبدا من 450 لحد 550 يورو، ممكن تزيد حسب انت هتقعد فين، بس يعني احنا بنتكلم في 450 550 يورو لو انت قاعد في اوضه بحمام مشترك مش حمام خاص. لو انت هتقعد في اوضه بحمام خاص هتبقى اعلى شويه. الاستوديو هيبقى اغلى من كده بكتير، ممكن يوصل مثلا 900 يورو او 1000 يورو، لان الاستوديو بيبقى فيه مطبخ وحمام خاص بيك، فالموضوع بيبقى غالي شويه. طبعا انت في روما لو رحت قرى تانية او اماكن تانية بعيد شويه الموضوع هيبقى ارخص بكتير، فهي بتعتمد انت قاعد فين بالظبط، وبتعتمد انت هتدرس في انهي مدينه والكلام ده كله. فاروق بيسال هل ممكن من علوم حاسب ادرس اداره مستشفيات؟ بص مفيش حاجه مش ممكنه، بس للاسف السفاره بتقول ان لازم المجال اللي انت مقدم عليه في الماجستير يبقى قريب من المجال اللي انت مخلصه في البكالوريوس. فعلوم الحاسب بيبقى الموضوع صعب شويه، وانت برضو الموضوع هيبقى بعيد عنك قوي، انت ممكن تعاني شويه، لكن مفيش حاجه مستحيله. لكن انا نصيحتي ليك انك تدور على حاجه خاصه بمجالك، في حاجات كتير جدا ومنح وتفاصيل البروجرامات كتير جدا ممكن تقدم عليها في السوفت وير بروجرامنج، والكلام ده كله هيبقى قريب لمجالك وهيبقى احسن. هنا في روما جامعات للبروجرامنج، واكيد برضو ليها منح، لو دورت هتلاقي. دور في مجالك احسن عشان تضمن انك تيجي وتبقى مرتاح نفسيا. اخيرا يا جماعه انا عايز اقول لكم شكرا جدا على كل الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها، بجد الكومنتات دي بتشجعني جدا، وانا بقرا كل الكومنتات. ما تفتكروش ان انا مش بقرا الكومنتات او ان انا مش مهتم، انا بجد متشكر لكم جدا على كل حاجه وكل الدعم اللي انتوا بتدعموه.
ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انت مش عامل سبسكرايب، ولو انت شايف ان الفيديوهات دي مفيدة اعمل شير للفيديو ده لحد صاحبك ممكن يبقى محتاج ان هو يسافر ايطاليا او نفسه يسافر عامة. اكتبوا لي في الكومنتات كل الاسئلة اللي انتوا عايزين تعرفوها او عندكم اسئلة تانية ما تجاوبش عليها، وان شاء الله هجاوب عليها في الفيديوهات التانية. زي ما قلنا ان شاء الله كل اسبوع هحاول ان انا اثبت فيديو صغير كده يبقى اسئلة واجابة اجاوب على كل اسئلتكم، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.